قد تخلى عن كل هذه الصفات وأصبح يعني كالمواطن العادي يدور في المساجد في الأحياء. يعني أمام هذا الخطر الداهم شنية يعني الطرق للتوقي وللقضاء على هذا الإرهاب اللي هو، ولو كي نقول القضاء يعني ممكن نبالغ؟ لا، هو في العوام العرب ثم مفهوم هو اقتصاد الإرهاب. الإرهاب اقتصاد، هي بنية اقتصادية، اقتصاد موازي. مختار بن الأعور الشهير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الجزائر هو أمير المارلبورو، لو برانس دو مارلبورو. شاد المارلبورو ما يخرج المارلبورو بين مالي والجزائر وفي الصحراء الكبرى إلا تحت إشراف، هو أمير المارلبورو. جست معلومة باش تخليك، ألا تهريب المارلبورو في تونس يكلفنا 300 الدخان الكل 360 مليار. أيوة. تونس الدولة التونسية تخسر من تبغ برك أكثر 360 مليار. أنا لشيفر اللي عندي دينار ونص على كل سيجارو على كل باكر. عندك التهريب، عندك التلاعب الاستخباراتي الدولي، أجهزة مخابرات عربية وأجنبية تستخدم الأموال وتغذي الإرهاب هنا أو هناك. ثم لعبة دولية استخباراتية دولية يجب أن نعرفها داخلة في الإرهاب. وين تلقى الكاش والاموال تلقى الارهاب. اي سيدي نعطيك حاجه، مثلا انا ديما نحكي على الامثله السويسريه. في سويسرا مثلا قانون اذا عندك اكثر من 5000 فرنك سويسري ما يعادل يعني نقولوا احنا 7000 دينار كاش، ممنوع عليك بالقانون. واذا يشوفوك امن وانت تخرج في رزمه فلوس في الشارع يلقوا عليك القبض ويمشوا يحقوا معك. منين جت الكاش؟ شنو الحكايه؟ لانه كاش يعني انحراف، يعني سرقه، يعني تهريب، يعني عصابات، يعني مافيا، يعني بلانشيسمو. احسنت، يعني شيء غير عادي. الناس الكل تتعامل بالكارت كريديو بالشيكات وبالتحويلات البنكيه. احنا نفس الشيء لمحاربه الارهاب تبع الفلوس، تبع الكاش. في التهريب تبع الكاش، اذا يجي فليجات من دول العربيه واجنبيه على المرة بحالها الناس تخطط. انا قلنا مره الارهابي يولي مجاهد ومره ارهابي ما تفهمش. مره مناضل من اجل الحريه في سوريا وفي الاتحاد السوفيتي، يخرج الاتحاد السوفيتي تجي امريكا يولي لا ارهابي. هو نفس الصوره، مره يعطوه كل مره يعطوه علامه. اذا ثم اقتصاد الارهاب، لابد من مكافحه اقتصاد الارهاب. الخطير في تونس انه انا نقول ديما ثم 4 مراحل للارهاب. المرحلة الأولى هي استهداف الطاغوت. الطاغوت بالنسبة لهم هو مسكين عون الحرس الوطني والشرطة والجيش. المرحلة الثانية استهداف النخب السياسية والإعلامية، استهدفوا الراحل شكري بالعيد ومحمد البراهيمي. المرحلة الثالثة وهي تبدأ خطورة كبيرة جدا، استهداف الاقتصاد. هو السياحة في تونس، ضرب الفنادق في تونس كانك تضرب حسي مسعود في الجزائر، كانك تفجر مصافي تكرار النفط وابار الغاز والنفط في الجزائر. لأن الجزائر تتحمل الارهاب اقتصاديا، نحكي لكم يتحملوا حد الارهاب. لكن ليبيا نفس الشيء بالنفط، العراق نفس الشيء بنفطه، تونس ما تحملش. تونس كل اقتصادها مربوط بالخدمات وبالشمس، بترولنا هو شمسنا. اذا هم مشوا الاقوى. مرحله الثالثه مازال الارهاب الاسود والعياذ بالله اللي يضرب في كل مكان، يمشي سوق شعبي، يمشي سوق باب الفلاح يحط قنبله ويمشي، لانه هدفه هو قتل اكثر ما يمكن. يقولوا لي راهو 4 مراحل مش يعني ميكانيكيه، يعني نجموا احنا في المرحله الثالثه ونعودوا الى المرحله الاولى اللي هي استهداف الطاغوت يسموه، ونكونوا نوصلوا لا قدر الله للمرحله الرابعه ونعود. وطبعا ثم ارهاب المدن، ثم ارهاب الجبال والغابات، ثم ارهاب الصحراء. انا درست التجربه الجزائريه 20 سنه، هذا اختصاصي، نشرت فيها بالفرنسي بالعربي بالانجليزي. كان الارهاب في المدن اولا، انتصر عليه الجيش والدرك الوطني، تحول الى الجبال والغابات والقرى، انتصر عليه بصعوبه، يعني سنرى كيف تحول الان الى الصحراء لان شاسعه كبيره. التجربه الجزائريه مثلا راهو استفحل فيها الارهاب. تعرف معناتها 200,000 ضحيه، أكثر من 100 مليار دولار خسائر، تعطيل للتنمية 10 سنوات. كيفاش انتصروا في النهاية؟ الجيش الجزائري يقوتوا أكثر من 200,000 ضابط وجندي محترف وغير الاحتياط، والدرك الوطني يقوتوا، وقوات الشرطة والمخابرات العسكرية، وكل ما قدروش أن يسيطروا عليه. فالتجوا لشيء هو جديد، هو تشكيل أجهزة محلية وميليشيات محلية اسمها الحرس الدفاع، قوات الدفاع المدني والحرس البلدي. اعطوهم اسلحه، قال لهم شوفوا انتم في قريه وفي دوار يهاجموك المرهبيين، هاو السلاح الكلاش نكوف الار بي جي وصندوق كلمونا لنجوكم. لانه الارهاب ضرب في كل مكان. تصور يعني كم جهاز امني بما فيها أن الناس تدخل في العمليه في قرى وارياف وسلحوهم حتى يواجهوا الارهاب. راي افه لا ما تتصورهاش. والجزائر عندها الغاز وعندها حسي مسعود، على الاقل اقتصاديا يا اخي مولى المجتمع مولى الجميع. احنا في تونس ما عندناش. بالتالي مش مسألة تشاؤم وتفاؤل، فعلا إذا استفحل الإرهاب مقبلون على صوملة، على كارثة كبيرة جدا. والإرهاب كما قلنا راهو ثقافي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ديني. هذا من الشيوخ يا شباب تونس، الشيوخ اللي يهموكم بالجهاد في سوريا أبنائهم يبعثوهم يدرسوا في أمريكا
وفي فرنسا، وعندنا مثل الشيوخ اللي فكوا جوازات سفر من ابنائهم ومنعوهم من الجهاد. هو تاثر بوه شيخ فضائي، تاثر بوه مش يحب يجاهد في العراق، بس مش هيكلم لوزاره الداخليه وسحب جوازه. لا تجاهد، من يجاهد هو الفقراء، هذوما ما عندهم حتى شيء، الناس الميزره التعبانه. انت تذهب تدرس في افضل الجامعات في امريكا، تدرس في هارفارد، نفس الشيء في اوروبا. فبالتالي احذروا التلاعب، لانه منظومه التلاعب كبيره جدا، والناس ربما من القليلين الناس نقول أن الشباب نفسه هو ضحية للشبكات. أن المجرمين الإرهابيين الحقيقيين هم شبكات التجنيد والإرسال والتفجير، هذا من الشبكات، هم المسؤولين. الشباب هو ضحية. وزاد ربما أنا أخذ، حتى لو كنت أقلية، أنا مع أنصار دائما الحوار معهم، لا نقطع معهم أبدا. راهو في الجزائر في فترة معينة كسفح الإرهاب وقفها، بدا اليمين زروال بقانون الرحمه، يا سيدي ينزل من الجبل وارجع ونردك الخدمه يكون لك حل. بداها بعد بوتفليقه في قانون الوئام المدني وانهاء بالمصالحه الوطنيه، ونزلوا فعلا كل الجيش الاسلامي انقاذ، نزل باسلحته بمدفعيته وسلمها وعادهم الخدمه وعادهم ادمجهم في المجتمع. نفس الشيء ايضا جماعه التسامي المسلحه، بقت مجموعه واحده هي الجماعه السلفيه للدعوه والقتال بقياده عبد الرزاق البارة. هذه 2007 بدلت اسمها، عجبتها الموضه، ولت تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي. لكن 90% من التنظيمات الارهابيه المسلحه في الجزائر لابد ان نعرف تم التحاور معها فقهيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتم العفو عنها، العفو عند المقدره، لاعاده ادماجها في المجتمع، لسحب أو البساط من مغذي كبير للارهاب، لانه في النهايه مصلحه الشعب، مصلحه الوطن هي اهم شيء. انا نتمنى ان ما نوصلوش اولا للمرحله الرابعه وما نوصلوش الى ما وصلت الى الجزائر. كما قلت انه الاقتصاد التونسي في كل الاحوال لن يتحمل ارهاب، لا كي ليبيا لا كي العراق لا كي الجزائر، لانه لا عندنا لا نفط لا غاز. بالفعل. وانت شو تقول للشاب اللي كما قلت ثم شباب يغروا بهم، شو تنصحوا، شو تقول له الشاب اللي انا يحاولوا يغروا به؟ عندي والله عندي النصيحه الذهبيه، اللي يغرر بيه يقول له باهي نمشي نقاتل في سوريا نفجر، بشرط واحد، انت تجي معي او ولدك يجي معي او اخوك يجي معي او واحد من العائله يجي معي، وشوف رد الفعل، قول له حاضر انا مستعد للجهاد لكن انت تجي معي. بعضهم انا عندي الشيوخ، اختصاصي الشيوخ هذوما بتاع البترول والغاز، وشيخ معروف كبير يبعث لسوريا، يا ودي قالوا له وانت هو اصله سوري يا اخي انت والى اخره، قال والله انا ابنائي يجاهدون بالمال وبالاعلام. ايه مساله بالجهاد بالمال، يدفع شيكات من بعيد لكن يبعث اولاد الناس يفجروا انفسهم ويموتوا ويقتلوا. هذه هي النصيحه الذهبيه. اذا ما اقتنعتوش بكل كلام هذا مش مشكله، اخر شيء نقولوا احنا خير كرتوشه، نقول من جندك اجا انت، اذا ما تحبش انت ولدك او اخوك او واحد عزيز عليك تشوفوا الاجابه.